السلام عليكم. من يومين كده نزلت فيديو بعد انتهاء دورة الألعاب أو دورة الأمم الأفريقية. أنا ماليش في الكورة بس أفهم فيها شوية باعتبار إن أنا مصري يعني. فالفيديو كنت بحاول فيه أقول إن المغاربة إخواتنا والمصريين أهلنا والمغرب أهلنا والدنيا جميلة، ومش عشان مدرب قال كلمة في ساعة غضب وهو معروف عنه إن تصرفاته رعناء يعني ولسانه زالف، وعشان يعلق فشله على شماعة حد تاني فتولع الناحيتين، ناحية مصر وناحية المغرب. وشرحت فيه ان لا خالص الموضوع مش كده، ممكن تشوف الفيديو يعني، لكن ناس كتير قوي شافت الفيديو. وبعدين هو الفيديو كان قصير جدا والدنيا كانت تمام، لكن ناس كانت بتقول ان انا عندي حق ومش عارف ايه، وانا مش عشان اقول عندي حق او ما عنديش حق، لكن في كومنتس كده او تعليق ضايقني قوي. واحد الله اعلم منين راح قايل كلكم منافقين. كلنا مين؟ ده سؤال مهم. كلنا مين؟ كلنا مصريين ولا كلنا مغاربه ولا كلنا مسلمين؟ ده النقطه. المهم بس ده فكرني بروايه، هي مش حديث، هي روايه. انا مش عايز اقول اي حديث لان لازم يكون مذكور في الصحيحين، لكن الروايه دي موجوده في سيره ابن اسحاق بروايه ابن هشام. وانا السيره النبويه بشكل عام من سيره ابن اسحاق وسيره ابن هشام ما بحبش اجيب منها حاجات كتير لان مش متاكد من اللي فيها 100%، وما اعتقدش ان في حد متاكد من اللي فيها 100%، لكن الروايه موجوده ولان هي كمان موجوده في الطبري وابن كثير، الروايه ممكن تكون كويسه. الروايه دي بتحكي ان بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينه واخى ما بين المهاجرين والانصار، الانصار نفسهم كانوا قبيلتين، كان قبيله اسمها الاوس وقبيله اسمها الخزرج، والاوس والخزرج كانت بينهم حروب قويه جدا فتره طويله جدا، وممكن اتكلم عن ده في فيديو تاني. لكن الفكره كلها ان هم كانوا في حروب عظيمه جدا امتدت لاكثر من اعتقد عقدين من الزمن، يعني حوالي 20 سنه. وكان المستفيد من ده كله الطرف الثالث اللي عايش في المدينه المنوره، وهم كانوا اليهود اللي عايشين هناك سواء من بني النضير بني قينقاع او غيرهم يعني. ففي يوم من الايام، انا هقرا بس من الروايه عشان ما بقاش اي حاجه غلط، في واحد اسمه شاس ابن قيس. الراجل ده والروايه هنا قصادي بيقول لك كان شيخا قد عسى في الجاهليه، راجل كبير في السن، عظيم الكفر. عظيم الكفر دي تخوف. عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين، يعني بيكره المسلمين جدا وبيحسدهم جدا وبتاع. مره على نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من الاوس والخزرج بعد ما بقوا الانصار في جمعهم او في مع بعض يعني في يتحدثون فيه. فالناس قاعدين والقعده حلوه، الاوس والخزرج انصار خلاص، فقاعدين بيهزروا بياكلوا مع بعض وبتاع. فغاضه مرأة من ألفتهم، يعني الراجل فيش حته كده اللي هو ايه ده، دول مع بعض حلوين الدنيا كويسه، يا لهوي طب انا ايه بقى، في غل في نار من جوه بتولع، اللي هو ازاي انتوا مسلمين والدنيا جميله ما بينكم، ما ينفعش. وكان عنده غلام ماشي معاه يعني. فالراجل قال لك ايه، قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، والله ما لنا معهم اذا اجتمع ملأهم من قرار. يعني خلاص بني قيلة اللي هم الاوس والخزرج اجتمعوا مع بعض، والله احنا ملناش مكان بعد كده، يعني احنا ايه، ضعنا. نفس اللي حصل لما الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد في مكه، ويلا ضيعت يهود، نفس الفكره. فعمل ايه بقى؟ فامر شابا كان معه فقال له اعمد اليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله. يعني ايه؟ قال للشاب اللي معاه روح اقعد ما بينهم وابتدي اتكلم عن يوم بعاث. يوم بعاث ده معركه حصل ما بينهم، وكان هم في الوقت ده بيقولوا اشعار فخر، فابتدى يتكلم عن ايه، عن الحرب دي، ويبتدي يقول ايه الاشعار اللي اتقالت في الوقت ده. فاللي حصل ايه بقى، سخنوا. تمام، ما احنا كنا قاعدين زي الفل وبنهزر وبناكل مع بعض والدنيا جميله، فجاه دخل علينا ابن الكئيبه ده وابتدى يسخن الدنيا. فابتدوا يتكلموا بقى عن الناس اللي اتقتلت في المعركه دي، والناس اللي قتلوه، والشعر اللي اتقال، والتفاخر. حتى قال قائل من الاوس السلاح السلاح، وقال قائل من الخزرج مثل ذلك. ولعوا سخنوا خلاص. دخل واحد في النص قال لهم ما انتوا كلكم منافقين، فسخنوا كلهم. فغضب الفريقان وكادوا يقتتلون، يعني كانوا هيقتلوا بعض، مسلمين كانوا هيقتلوا بعض عشان واحد يبقى قال كلمه في النص. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج اليهم في من معه من المهاجرين فقال يا معشر المسلمين، الله الله ابي دعوى الجاهليه وانا بين ظهوركم، يعني انتوا رجعتوا للجاهليه تاني وانا لسه موجود؟
ده انا معاكم، ده انا عايش وسطكم، ورجعتوا للجاهليه بعد ان هداكم الله الى الاسلام. يعني ايه تاني؟ ده النبي عايش وسطكم. بالنسبه لنا طبعا النبي توفاه الله، لكن في قران، في سنه، في دين موجود خلاص. واكرمكم به وقطع به عنكم امر الجاهليه واستنقذكم من الكفر والف بين قلوبكم. يعني ايه بقى؟ الدنيا ولعه وراح ده داخل كلكم منافقين. والفكره انه الباشا ما قالش انتوا كمصريين منافقين او انتوا كمغاربه منافقين، لا ده كلكم وسوا مفتوحه عشان نولع بقى بعض، كلنا نولع، نبقى عاملين زي الاوس والخزرج اللي كانوا انصار وبعدين بدعوى الجاهليه رجعوا تاني وما اوس وخزرج. ده ماتش كوره، دي بطوله كوره، دي مش حاجه حقيقيه، دي كوره فيها هوا. ايه يا بني ادم؟ ايه يا اخوانا ما تفتحوا مخكم شويه. وقبل كده كان في جزائر. طب هتكلم بالراحه. الاول خالص كنا كلنا مسلمين، لا فرق العربيين على اعجمين الا بالتقوى. يعني انت من اول اسبانيا الاندلس لحد مشارف الصين وتركمانستان الغربيه اللي هي الاويغور دلوقتي، مرورا بقى بالهند والسنغال ومالي وبريطانيا والفلبين ومالي، كل ده كلهم مسلمين، كلهم سواسيه كاسنان المشط. تمام. فجأة طلعت احنا عرب، قومين عربيه، فجأة في النص احنا عرب والقوميه العربيه مش عارف ايه، طلعت منين انا مش عارف. تمام. مع ان اصلا مفيش حاجه اسمها العرق العربي، احنا هي العربيه لسان عشان تبقى فاهم. يعني اي حد بيتكلم عربي فهو عربي، خلصت. بتوع مكه اصلا ذات نفسهم كانوا عرب مستعربه. يعني قريش دي ما كانوش الاصل عرب، وعشان كده كنا كويسين في اللغه، وده ممكن موضوع تاني نتكلم فيه. كل دول مسلمين، فجاه احنا عرب، احنا احسن، احنا مش عارف ايه، احنا بقينا عربي في النص بقى، والقوميه العربيه واحنا مش عارف ايه، كلام فارغ. بعد ما خلصنا من حكايه القوميه العربيه اللي نقصتنا كتير دي، فاهمني انت، جينا في لو تفتكر في كاس الوطن العربي او كاس الامم العربيه، مش فاكر اسمه ايه، بقى عندك حاجه كده سمعتها في الاعلام، ايه ده؟ عرب افريقيا وعرب الجزيره او عرب اسيا. فبقى عندك بعد ما كانوا واحد عرب بقوا 2 عرب اسيا وعرب افريقيا، واحنا عرب وانتم ما انتوش عرب، انتم متحدثين باللغه العربيه لكن لستم عرب، والكلام ده كله. وبعد كده بلد زي مصر، احنا كميته واحنا مصريين، احنا مش عرب. طب اللي بعد كده واحنا فلاحين واحنا صعايده واحنا قاهريه. تمام. وبعد كده قبائل صغننه، عائلات. الناحيه الثانيه عندكم في المغرب نفس الموضوع، احنا من الصحراء، احنا بربر، احنا مزيغ، احنا عرب، وتبتدي تقسم والخير اللي قدام هراي غور التوشي. كل ده ليه؟ عشان احنا قلنا في الاخر انا عربي. استفدت انت كده حاجه؟ يعني انت مستريح عشان خاطر ماتش الكوره دي اسمها جاهليه. احنا كده بنرجع لورا. انا ما فيش فرق بيني وبينك، مفيش فرق بيني وبين السنغالي اللي كسب ده على فكره مسلم زيك، فمبارك عليه والله، لعب حلو لعب وحش مش مشكلتي، مش مسلم يا عم كسب. موضوع مستفز، موضوع رخم، وده اللي بتشوفه هنا اكتر بلد زي اللي انا عايش فيها امريكا، تلاقي كل الجنسيات مع بعض زي الفل، حلوين جدا. في هنا مكان اسمه دالي سيري بيسموه ليتل مانيلا، كله فلبينيين، كل الفلبين عايشين فيه. تشاينا تاون كلهم صينيين، كلهم. ليتل جابان تاون كلهم يابانيين. ليتل ايطالي كله ايطاليين. في منطقه هنا كلها لاتينيين. العرب لا، ما نعيش جنب بعض، احنا نعيش مسلمين نقعد جنب بعض؟ انتوا مجانين؟ ليه نقعد جنب بعض؟ ليه مسلمين يقعدوا جنب بعض؟ ليه عرب يقعدوا جنب بعض؟ ودايما يقول لك قبل ما تسافر يقول لك ابعد عن العرب، او انت مصري ابعد عن المصريين، ابعد عن السوريين. يا عم السوري حلو معايا، ابعد عن السوريين. السوري يقول لي كده ابعد عن السوريين، المغربي يقول لي ابعد عن المغاربه. طب طب ايه ليه نبعد عن كل دول؟ هنعيش مع مين؟ مع الرجل الابيض بس؟ يعني يا ريت نكبر مخنا شويه بصراحه. يعني انا مش شيخ لكن ربنا مديني عقل فبحب استخدمه وبس. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.